في زمان قديم سكنت ثمود أرض الحجر، أرض الصخور العالية والجبال الشاهقة، وكانوا من الأقوياء المترفين الذين يبنون بيوتهم في الجبال وكأنهم سيخلدون فيها. فبعث الله إليهم صالحا من أنفسهم يعرفونه ويثقون في صدقه وأمانته، فدعاهم إلى عبادة الله الواحد وترك عبادة الأصنام، لكنهم جحدوا وعاندوا وقالوا له: إن كنت رسولا فأتنا بآية ولن نؤمن لك حتى نرى معجزة. وطلبوا أن تخرج لهم ناقة عظيمة من صخرة معينة، وأصروا على شروطهم: أن تكون ناقة عشراء أي حامل، وفي شهرها الأخير، وأن تخرج من قلب الصخرة أمام أعينهم لا من ورائها ولا من أسفلها. ووقف صالح أمامهم ورفع يديه إلى السماء ودعا الله أن يظهر آيته، وفي لحظة اهتزت الأرض وتشققت الصخرة أمامهم، فإذا بناقة عظيمة تخرج منها كاملة الخلق جميلة الهيئة، تنظر إليهم بعينين فيهما هيبة وسكينة، وكانت كما طلبوا عشراء حامل، تمشي بينهم لا تضرهم ولا تخيفهم، بل تعيش بينهم بسلام. ووصاهم صالح أن يتركوها تأكل في أرض الله، وأن يشربوا الماء معها بالتناوب، فلها يوم ولهم يوم. وكان الله قد جعل لها نهرا في القرية تشرب منه وحدها في يومها، وكانت تشرب كمية ماء تكفيهم جميعا، ومع ذلك لم تتعرض لمزروعاتهم ولا مياههم، وكان حليبها يفيض، حتى إن أهل القرية كانوا يكتفون به في يومها دون أن يحتاجوا لأي شيء آخر. فكان لبنها مباركا غزيرا أبيض طيبا يشربه الصغار والكبار، ومع ذلك لم تخشع قلوبهم، وبدأ الحسد يتحرك في صدورهم، وبدأ زعماؤهم يكرهون هذه الآية لأنها فضحت كفرهم، فاجتمعوا في خفاء، وبدأت المؤامرة، يتساءلون كيف نتخلص من هذه الناقة. فاقترح أحدهم قتلها، فجاء أشقاهم قدار بن سالف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشقى القوم، فتسلل إليها وهي ترعى، ثم ضربها بسيفه فسقطت وتلظى الدم منها، فسارع بعضهم وأكملوا عليها ذبحا، ووقفوا على جثتها يضحكون ويهزؤون، وأقبل ولدها الصغير يصرخ بجانبها، فرماه أحدهم بسهم فقتله، وامتلأت الأرض بصرخات الأم وجنينها. والصالحون من قوم صالح نظروا إلى هذا المشهد بعيون دامعة وقلوب واجفة، وذهبوا إلى صالح يخبرونه بما حدث، فوقف بينهم وقلبه يعتصر ألما، وقال لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام ثم يأتيكم العذاب، وعدا من الله غير مكذوب. فعرفوا أن النهاية اقتربت، ومرت 3 أيام ببطء، واليوم الرابع كان